مليانه مبقلظه، وعندي كمان واحده بنجرايه هنزل بيها سليمه. هنزل بكل البتنجان اللي عندي بالشكل ده كده، وعليه طبق. تعالوا بينا نعمل دقه البتنجان. يكون البتنجان بتاعي خد نص سوا. عندي ملح، كزبره، كمون، والفلفل بتاعي حامي على بارد، ربع كوبايه ليمون ونص كوبايه خل. هنفرم الكلام ده كله مع بعض، والبهار مع الفلفل. وهنا مش هحط توم عشان مرضى القولون واللي ما بيحبوش. بعد ما ضربت الفلفل هحط نص كوبايه الخل وربع الليمون، وخدت البنجرايه بتاعت البتنجان اللي احنا سلقناها وهفرمها معاها. هنا بعد ما طلعت البتنجان من ميه السليق وقشرت القمع بتاعه وشلته بالشكل ده وفتحته، ولازم تستعملي البتنجان يعني تحشيه وهو دافي شويه عشان يشرب التتبيله. وهنا كده الفلفل بتاعي انا مش منعمه قوي، انا بس برشه تمام بالشكل ده. هنا هبعبيه هنا في البطرمان الازاز، وهقول لكم ليه بعد كده. عامله كل البطرمان بالشكل ده كده، ومنيمه البطرمان على جنب بالشكل ده. وكده بعد ما خلصنا حشو البتنجان وعبيته في البطرمان، وكمان عملت لي علبه اقدر استخدم منها على طول. البطرمان هنا بيحفظ لي شويه البتنجان لمده اطول شويه. اي بطرمان اذا تقدري تحفظي فيه البتنجان المخلل لمده اطول شويه. خدت بقى الميه من اللي احنا سلقنا منها البتنجان، خدت كوبايه سخنتها، احط عليها معلقه من الخل، وهضيفها على بواقي الدقه بتاعت البتنجان. وده المحلول اللي انا هحفظ فيه البتنجان تمام. وكمان هيسرع لي عمليه السوا بتاعته.